السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال يا رب وبصحة جيدة. اليوم إن شاء الله سأحاول التكلم بالعربية الفصحى لكي يفهمني الجميع. فيديو سابق، فيديو الشفت، حاولت أن أتكلم اللهجة بيضاء، فهناك من يعارض وهناك من يوافق. إذن سأتكلم لغة محايدة وهي لغتنا العربية الفصحى. نبدأ كلامنا إن شاء الله بالصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اليوم موضوعنا، إذا كنتم مهتمين بزراعة الأسنان أو تفكرون بزراعة الأسنان سواء في أي بلد في العالم، فهذا الموضوع لكم. ونبدأ على بركة الله. نبدأ بسم الله. وأريد فقط أن أنبهكم أن هذا الفيديو ليس له دخل بالدكتور أو بالدولة التي زرعت فيها أسناني، لا فقط. اليوم سأشرح لكم عن حالتي النادرة والمشاكل التي أصابتني حينما زرعت أسناني، لكن الدكتور ما شاء الله عليه شاطر جدا وأنا أنصح به الجميع. لما أنا كان عندي مشاكل أسنان منذ صغري، مع أنني كنت دائما أحافظ على أسناني وأغسلهم جيدا، لكن أنتم تعرفون الصغر وأكل الحلوى والحلويات. الحمد لله. فالجميع سيقول لي: لماذا ذهبت إلى المغرب؟ لماذا تركت أمريكا وذهبت إلى المغرب؟ لماذا تركت المغرب وذهبت إلى تركيا؟ المهم، كالفيديو السابق للشفط. وكما عودتكم دائما أحاول أن أتقاسم معكم تجربتي الشخصية لكي تأخذون عبرة وتأخذون معلومات أكثر، أن هناك الكثيرون لا يستطيعون التكلم. المهم، أنا ابتدأت في معالجة أسناني في المغرب، يعني عند كثير من أطباء الأسنان. الله يسامحهم. يعني لا أعرف هل يفعلونها يعني متعمدين لكي ترجعون عندهم، لا أعلم، الله وحده يعلم. المهم، عالجت أسناني وذهبت إلى أمريكا، فأعدت معالجة الأسنان من مرة ثانية. أرجو أن تعذروني لأنني لست متعودة أن أتكلم بالعربية الفصحى. لا أتكلم عن الأسنان الأمامية، أتكلم عن الأضراس أو أضراس الضرس الذي يؤلمني هنا وهنا. لما ذهبت إلى أمريكا أعدت معالجة هذه الأضراس. نعم، أضراس. أعدت معالجة أضراسي هنا، فكانوا يقتلون لي عرق السن، ويبردون السن ويضعون لي سن، يعني سن ثاني يركبونه فوق جدر السن تبعي. فزمان، يعني قبل التطور من هذا القبيل، كانوا يضعون الضرس من داخل كأنه ألمنيوم أو شكله أسود ومن برا أبيض، يعني قبل ظهور التقنيات الجديدة. فكانوا لما يحطون لك الضرس أو يجوفون لك الضرس القديم، كان يبين فرق ما بين السن واللثة. كان هناك كأنه خط أسود، فهذاك الخط الأسود هو داخل الضرس، فكان يعني منظره ليس جميلا إطلاقا. المهم، فلما كنت صغيرة كنت أزلت ضرسا كان في الوسط، ولما ذهبت إلى أمريكا أعدته. هذه ليست زراعة، أنا بس أتكلم عن تجويف الضرس. يعني ضرسك الأصلي يزيلون العرق أو يقتلونه كأنهم يغطونه بضرس آخر. هذا بنسميه بالإنجليزي الكراون أو التجويف، لا أعرف بالعربية الفصحى ما هو. المهم، فكان عملت واحدة فوق هنا وعند نفس دكتور الأسنان. وأنتم تعرفون في أمريكا إذا لم يكن عندك يعني insurance، تأمين صحي، فيعني مستحيل يعني
طب الأسنان في أمريكا غالي جدا، ومع أنه كان عندي تأمين صحي أو تأمين طبي على أسناني، لكن تجويف السن كان يعد من التجميل، ليس طبي، ليس علاجي، بل كان يعد تجميل. فالتأمين الصحي لا يعترفون به، أنت يعني من جيبك، وغالي جدا جدا جدا. فقمت بمعالجة الضرس هنا، ويمكن ضرسين تحت، يعني هادو ضراسي الأصلية. مع مرور الوقت يعني أنا دائما أعيش مرة في أمريكا ومرة في المغرب، مرة في أمريكا ومرة في المغرب، يعني أعالج في أمريكا وأعالج في المغرب. لكن مؤخرا سبحان الله كما نقول دارجة أو باللهجة المغربية، اللي تعجب يتبلى. يعني لما تشوف حالة وتتعجب منها فتصيبك نفس الحالة. كان زوجي يأكل البيستاش أو الفستق الحلبي، فكانت واحدة يعني مغلقة، فحاول فتحها بدرسه فتكسر له درسه، مع أن زوجي عمره يعني ما كان حاطط درس اصطناعي أو مجوف، فتكسر له درسه، يعني خلاص راح ذهب الدرس. فضحكت عليه. فشهرين بعده قمت بعمل نفس الغلطة ونفس سبحان الله نفس الحالة، فتكسر لي درسي هنا تحت. فضحك علي هو. كنا لسه بأمريكا، ما زلنا بأمريكا، فدخلنا إلى المغرب. فلما كنا في أمريكا كان يقولوا لي أوكي يجب أن نذهب لأني أعرف أصدقاء ذهبوا عند دكاترة أسنان في تركيا. كان الكثير يعني منهم من كانت تجربته ناجحة، وهناك من كانت تجربته فاشلة، كجميع الدول، كجميع العلاجات. فقال لي لنذهب إلى تركيا ونصلح أسناننا. فقلت له أنا لا، تركيا لا، لأنه كانت عندي تجربة ليست بجميلة قط. من يهتم بالأمر يرجع إلى قناتي، فهناك فيديو الشفط وفيديو تجربتي الفاشلة مع الشفط. سبحان الله، الحمد لله، يعني الواحد يحمد ربي يعني على صحته، الحمد لله على كل شيء. ما علينا. فأقنعني فذهبنا. فقال لي يعني أنت مررتي بتجربة فلا تحكمي على الجميع. وفعلا جئنا إلى المغرب، فكان خلاص يعني جاء الوقت يجب أن أصلح ضرسي، لأنه كان عندي مشكل يجب أن يعني كنت أتعذب، هذا مصطلح، كنت أتعذب عندما أندغ. وهنا لا أستطيع يعني لا أستطيع المضغ جيدا، يعني عندي، لأن كان عندي ضرس العرق وضرس ثاني. فلما كنت صغيرة أيضا اقتلعت ضرس، فهذو الضرسين الآخرين يعني كأنهم ناموا، يعني كان شكلهم هكذا فأصبحوا هكذا، يعني فأصبح عندي مسافة ما بين الضرس العلوي والضرس السفلي. فقلت خلاص يلا سنذهب إلى تركيا وأعالج الكل. ذهبنا إلى تركيا بعد بحث عن دكتور، بعد بحث عن عيادة أسنان خاصة بالأسنان فقط، ليست عيادة تجميل. هذه أكبر نصيحة أعطيكم: إذا كنتم تريدون معالجة أسنانكم لا تذهبوا إلى عيادة تجميل، يعني الأنف والشفط، لا، اذهبوا إلى عيادة أسنان فقط. لأن المشكل حصل لي في الشفط، لم أبحث عن الدكتور جيدا، فهنا بحثنا عن الدكتور جيدا، ويعني الحمد لله رحنا على الريفيوهات بجوجل، فالحمد لله كان عندهم يعني 5 stars، يعني 5 نجوم، وريفيوهات جد 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 إيجابية. ودخلت إلى صفحتهم في الإنستغرام، والحمد لله يعني نتائج إيجابية. أخذنا موعد مع الدكتور، والشيء الجميل أنهم يتكلمون باللغة الإنجليزية، وعندهم دكتور سوري يتكلم بالسورية. فالدكاترة كلهم، خصوصا الدكتور صاحب العيادة، هو دكتور جراح وأستاذ في جامعة إسطنبول، كان هو الذي يتكلم معي بالإنجليزية، يعني الحمد لله لم يكن هناك مشكل. ذهبنا عندهم، هم يوجدون إذا كنتم مهتمين
أترك لكم العنوان في صندوق الوصف أو في التعليق أو المثبت، أو ادخلوا عندي الانستغرام بنفس اسم القناة أعطيكم كل المعلومات. هذا الدكتور جدا 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 شاطر ما شاء الله، هو تركي. ذهبنا وبعد فحص شامل ويسألونك يعني ومهم كثير من الأسئلة الطبية وكذا. ارتقينا إلى أن أعيد هذه الجسر الأسنان اللي فوق، عندي 3 لأنه لم يكن عندي ضرس الوسط، فلكي يعملوا لي ضرس جديد كان لازم يعني لم يعد هناك يعني جدر للسن، يعني لا يوجد شيء يضع فيه يلصقون فيه الضرس الجديد، فاضطررنا إلى برد الضرسين الجانبيين ليقوموا بعمل جسر. فهذا الذي كنت عملته قديم في أمريكا وأعدت عمله في المغرب. فقال لي أنه كل جسر أسنان أو كل ضرس مجوف يجب يعني يعني على الأكثر كل 8 سنوات يجب إعادتهم. فخلاص قررنا أن نعيد يعني الجسر هذا، وضرسين كانوا عندي هنا كذلك مجوفين. فلما شال لي الضرس سبحان الله، قبل أن أذهب إلى الدكتور لما كنت في أمريكا كان يأتيني وجع رهيب رهيب رهيب، يبدأ من هنا يعني يروح على أذني وعيني ورأسي، حتى صرت أضرب رأسي مع الحائط والله العظيم من شدة الألم. فكنت أستغرب لماذا عندي الألم وأنا الدكتور قتل لي جميع العروق هنا، يعني لماذا؟ فلما أزال لي الجسر وجد أن هذا العرق لا يزال حيا، وضرس هنا كله يعني أصبح مسوسا إلى الجدر، يعني السوسة أكلت الجدر وذهبت إلى العظم. فالحمد لله أنه أزال لي الجدر. لو تخيلوا لو ما أزال الجسر يعني كانت ستطرأ لي مصيبة، يعني الحمد لله. أعتذر عن عربيتي. فلما قتل لي العرق هنا، فالحل الوحيد لهذا الضرس الذي أصبح لم يعد لديه جدر والسوسة يعني أكلت العظم، الحل الوحيد هو الزراعة. يا الله، لما حكى لي على الزراعة أنا سبحان الله أنا رحت لتركيا لمعالجة هذا الضرس فقط، لأضع ضرس اصطناعي لا للزراعة، لأنني أعرف جسمي لا يتحمل أي شيء، يعني جسمي جدا 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 حساس. تخيلوا أنه حتى من فيديو الشفط، حتى لما زرعت الدهون دهوني الذاتية لم يتقبلها جسمي. فما عساك يعني أزرع مسمار، يعني جسم ده خارجي. وكنت أقول لزوجي، كان يقول لي لماذا لا تزرعين؟ قلت له لا أبدا مستحيل، أنا أعرف جسمي. فسبحان الله كما تخيلت حصل. المهم شال لي الجدر هنا. بنفس الوقت أنا وضعت لكم الفيديوهات وروحوا وشوفوها، لأنه كان عندي بنج كل لفمي من هنا ومن هنا، يعني لم أشعر بألم قط. تفرجوا على الفيديو وستحكمون. يعني لم أشعر بألم. شال لي يعني أزال لي هذا الجدر وزرع لي مسمار، وأزال لي هذا الجدر وزرع لي المسمار، يعني في وقت واحد لم أحس بألم قط لأنه مع البنج. وزوجي كذلك زرع ضرسين. وكان معنا رجل مسن أزال له 12 ضرسا في وقت واحد وزرع له 12 مسمارا. تخيلوا معي، رجل مسن 12 ضرسا أزال وزرع 12 مسمارا في وقت واحد. تخيلوا معي. فكما قلت لكم أعطانا دواء يعني مضادات حيوية ودواء ضد الألم. فذهبنا إلى البيت أو إلى الشقة التي كنا نكتريها. الحمد لله شربت الدواء. في اليوم التالي أحسست ألم فظيع، لأنه عادي البنج ذهب البنج وذهب تأثير الدواء.
فلم أكن أستطيع أن أشرب حتى الماء، مع أن زوجي ما شاء الله يعني ما شاء الله عادي. فأنا أحسست بفمي يوجعني ولا أستطيع حتى شرب الماء، ولكن كان من الضروري أن أشرب شيئا لكي أشرب الدواء. فأعطاني زوجي عصير وأعطاني معه لكي أشرب الدواء معه لا أعرف كيف اسمها، السترو أو لاباي، والله أعتذر، لحظة بس أشوف اسمها وأرجع معه. المهم وجدت الاسم في جوجل، اسمها قشة العصير، أو لا هذه البلاستيكة الطويلة التي نشرب بها العصير خصوصا الأطفال. أشرب الدواء لأنني لم أكن أستطيع أن أشرب الماء أو العصير إطلاقا، فمن الضروري أن أشرب عصير لكي أشرب الدواء، لأن المعدة ستؤلمني. فكان خلاص يعني صحينا، ذهبنا إلى الدكتور. لما فحصني قال لي لأنه عادي، يعني الأمور عادية وزراعة، ويجب العظم أن يتعود على المسمار وكذا وكذا وكذا. وأحسست بقطع من اللتة، يعني من قطع من اللحم باللتة خارجة وتلعب. يعني أنا في الأول كنت أظنها، لم أعرف ما هذا، يعني تخيلت، لأن لما كنت أفطرت في الصباح كنت أخذت قطعة صغيرة من الكيك، لكنني لم أستطيع أن أكملها، فأخذت قطعة واحدة فقط، وكنت أحس بشيء في فمي فظننت أنها الكيك توجعني. فلما رأيتها في المرآة لقد صدمت كثيرا، إنهم قطع من اللتة. تكلمت مع الدكتور فقال لي إنه عادي، لأنهم لما يريدون إزالة جدر الضرس ضروري أنهم يقطعون شيئا من اللحم أو من اللتة، وبعد لما يزرعون العظم بعدها يخيطونه. مع كذلك لأنه كانت الغرز فكان صعب، يعني لا أستطيع الأكل على هذه الجهة ولا على هذه الجهة. الحمد لله بعد مرور كنا نذهب عند الدكتور كل يوم. فاليوم الثالث لما ذهبنا عند الدكتور كان الدواء كان يوم السبت، وكان الدواء خلص لدينا. فلما رحنا عند الدكتور كنا يعني انتهينا من عنده الساعة يمكن 7 أو 8 ليلا. لما سألته أن يعطيني دواء يعني قوي أو دواء منوم، فكان يقول لي أنه ممنوع منعا باتا في تركيا أن يعطوا دواء قوي أو دواء منوم عكس أمريكا. فوالله كنت أقول لا أريد أن أنام، لأنني لم أكن أنام ولا أترك زوجي ينام. فالمصيبة الكبرى والمصيبة العظمى أنه لما خلصنا من عند الطبيب بيوم السبت كنا قريبين جدا من تقسيم. كان تأثير البنج لازال موجود، فذهبنا إلى تقسيم، وهناك عقبة كبيرة لكي نطلع إلى تقسيم. مع كل خطوة كان ضرسي تك أحس بنبضات قوية. فلما وصلنا إلى شارع استقلال خلاص ذهب تأثير البنج ولم نجد الصيدلية. يا الله والله بكيت 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 بكيت، لأنه لم نجد صيدلية. يعني عذاب أليم عذاب أليم عذاب أليم. فرجعنا إلى البيت، النوم إطلاقا ولم أترك زوجي ينام والله. وأوجعتني معدتي من كثرة الدواء. يعني الحمد لله يعني هذه الرحلة كذلك. أنا لا ألوم الدكتورة ولا تركيا، لا، سأشرح لكم ماذا جرى. اليوم الأحد كنا وجدنا صيدلية في الليل، وجدنا الكثير صيدلية في كل حي، لكن المشكل لم يكن لدينا رقم تليفون تركي، فلهذا لا يستطيعون أن يحضرون الدواء. فشفنا بجوجل، شفنا صيدلية مناوبة، فكنا نحن بتقسيم، فوجدنا واحدة بجانب السلطان أحمد إيمينونو، فذهبنا إليها. الحمد لله وجدناها مفتوحة، فأخذت الدواء شربته وأنا جوعانة، بس الحمد لله كنت أشرب فقط العصير، وكنت أتغذى بشوربة العدس حتى أني كرهتها. كل
كل يوم أشرب شوربة العدس، كل يوم شوربة العدس والعصير حتى أني كرهتهم. يعني اليوم الذي بعده، لأنني لم أكن أستطيع النوم أصلا، لا على هذه الجهة ولا على هذه الجهة، أنام دائما هكذا، والعذاب الأليم، العذاب الأليم. لا أستطيع، كنت دائما أدعي يا رب يا رب يأتي الصبح بسرعة، يا رب يأتي الصبح بسرعة. فلما جاء الصبح كنت أضع هكذا، لما رأيت نفسي في المرآة والله بكيت، خفت ولم أعرف ماذا جرى لوجهي، ماذا حصل لوجهي. هكذا صرت هكذا كالرسوم المتحركة لسبونج بوب، وجهي صار هكذا كله هكذا، وفمي منتفخ، وبالداخل كأنه أصبح لدي لسان آخر تحت لساني، وهنا منتفخ، يعني سلطة روسية. لما صحيت زوجي شافني فصدم كذلك، وحكيت مع الدكتور بالواتساب بالمسج، ولما صورت بعثت له الصور كذلك هو خاف، يعني انصدم، فقال لي تأتين إلي حالا. فلما ذهبنا، وهذا كله الحمد لله، زوجي الحمد لله تمام، والرجل المسن الذي أزال 12 سنا وزرع 12 مسمارا ما شاء الله عليه، يعني كان دائما نلتقي به عند الدكتور، والحمد لله صحته جيدة. بس أنا حالتي غريبة وعجيبة. لما شافني الطبيب، لما رآني الطبيب، والله كل الأطباء والممرضات الذين معه في العيادة فعلوا هكذا، صدموا جميعا. فأنا لما رأيتهم فعلوا هكذا لم أعرف ماذا جرى لي، يعني صدمت، فجاءتني هستيريا وأبكي والله العظيم. فلما رأى فمي كله هنا تحت لساني لسان آخر، وهنا منتفخ كله 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 كله. فلكي يضع لي إبرة البنج مستحيل، فمي كله يعني خلاص من الداخل، يعني مستحيل يلمسني. فأنا أبكي أبكي أبكي، وأقول له أريد دواء، أريد أن أنام. أحكي له أعطيني دواء، فيقول لي ممنوع، وأبكي أبكي أبكي. فأقول له أريد أن أنام. حتى الأكل والله العظيم نسيته، أريد بس أن أنام، من كثر ما شربت من دواء، من كثر ما شربت من مضادات حيوية، يعني الحمد لله. المهم لما رآني في تلك الحالة، كان صار لدي هنا في الفتحة شيء أبيض. فلما كنت أوريه يعني لزوجي، كنا نظن أنه من الياغورت، عصير الياغورت الطبيعي الذي كنت أشربه، لأنني لم أكن أستطيع أن أغسل أسناني أبدا، حتى لم أكن أستطيع أن أفتح فمي. فلما رآه الطبيب قال لي هذا إنه العظم، يعني اللثة كلها هربت، طلعت لفوق، لا أعرف أين هربت اللثة، عظم اللثة كله صار مكشوفا. فلما قال لي هذا الكلام صدمت أكثر وأكثر. فكل السيناريوهات خلاص جاءت إلى بالي، وقل يا الله، أنا جئت أنا وزوجي لكي نعالج أسناننا، سيرجع زوجي لوحده وأولادي سيتيتمون. يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله العظيم. يعني كل السيناريوهات السوداء جاءت في عيني، يعني صارت سوداء في عيني، الدنيا صارت سوداء في عيني. الدكتور خاف، زوجي خاف، كلهم خاف، يعني أصرخ بأحر يعني جهدي. فالطبيب يعني استغرب، يقول لي يعني صار له كم سنة ما شاء الله، هو طبيب جراح، ويعني يعمل عمليات صعبة ويعني أشكال غريبة وعجيبة، لكنه لم يرى مثل حالتي قط. قال لي يعني 1 في المليون، وأنت هذا الواحد من المليون. يا الله. فلما بعدين عرفنا شو السبب، الحالة التي طرأت لي اسمها dry socket. لحظة، أنا كتبت الترجمة بالعربية لكي أترجمها وسأشرح. اسمه بالعربية الفصحى مقبس جاف، dry socket، مقبس جاف. لما اقتلع لي الضرس، الكريات الدموية لم تصل إلى الجرح، لأنه
فالجرح يلتئم ببعضه عن طريق الكرية الدموية، صح؟ فأنا دمي وكريات دمي لم تصل أبدا إلى الجرح، يعني الجرح لم يلتئم أبدا، فاللتة أو بالأحرى اللتة هربت، فطلع العظم إلى برا إلى الخارج. فمن ذهول الدكتور أخذ صور وفيديوهات، فقال لي أنا سأدرس، عندي محاضرة للتلاميذ في أنقرة، للطلبة في أنقرة، وسأدرسهم هذه الحالة لأنها غريبة وعجيبة، أول مرة أراها في عيادتي. فلذلك أنا عرفت حالتي لما شخصوا لي الحالة. لما رأوني لما رآني الدكتور في الحالة، يعني أول ما رآني رجعت عنده بالعيادة، قال لي هل تشربين الشيشة؟ فقلت له لا الحمد لله، أنا لا أدخن ولا أعمل شيشة ولا أشرب الحمد لله. فقال لي هل تدخنين؟ قلت له لا. فسألته لماذا؟ يقول لي لأن هذه الحالات تأتي لأصحاب السكري، مرضى السكري، وللمدخنين بشراهة، لأنه عند إزالة أي ضرس لا يجب على المدخنين أن يدخنوا يعني فور إزالة الضرس. فقلت لأنه هناك حركة لما يقومون هذه الحركة خطيرة. فقال له زوجي نعم لقد شربت العصير لذا حكيت لكم عن مصاصة العصير أو السترو أو لاباي. فقال له هذه كذلك تسبب هذه الحالة، لكن أنا استعملتها فقط مرة واحدة. فقال لي هذا ليس مشكل كبير، لكن الحمد لله أنا لست مريضة بالسكري، يعني لماذا حصل لي هذا؟ فيقول لي هل رأيت السيد يعني الرجل العجوز، شوفي ما شاء الله، يعني 12 ضرس 12 مسمار الحمد لله، وكان الحمد لله يأتي ويضحك ويتكلم عادي. فلما رأى حالتي، يعني حالتي حرجة جدا وغريبة، لذا أنصحكم، قبل أن أنصحكم، أنا دائما عندما يأتي البرد أو فصل الخريف فأصابع يدي ورجلي مستحيل أن تصبح ساخنة، دائما باردة، ولو ألبس قفازات ولو ألبس جوارب، يعني حتى لو لبست 20 جورب لا، رجلي تظل باردة وأيدي كذلك وأصابعي تنتفخ. لهذا عندي دورة دموية فيها مشكلة، يعني ما عندي ما عندي دورة دموية يعني جيدة. لهذا أنصحكم يعني لتفادي المشاكل لا تذهبوا لعمل أي عملية، خصوصا زراعة الأضراس أو اقتلاع الأضراس في أيام البرد، لأن لما رحنا نحن إلى تركيا رحنا في أوج البرد القارس، نحن رجعنا إلى المغرب فسقط الثلج، يعني كان هناك برد قاسي، لذلك حصل معي هذا المشكل. الدورة الدموية عندي كانت ضعيفة جدا، لذلك لم يصل الدم أو الكريات الدموية إلى هنا، فلم يلتحم الجرح. فلما رآني الدكتور فورا قام بالبنج، يعني بنج قوي هنا وهنا، وأشال اقتلع المسمارين. فيقول لي لا أنت حالتك جدا جدا صعبة، يجب أن أزيل المسمارين. سبحان الله، يعني في نفس الوقت لما أزال المسمارين أحسست براحة غريبة عجيبة، يا الله، والله كأن المسمار كان هنا أو في عيني أو في أنفي. سبحان الله، كنت أحس بضغط. شوفوا سبحان الله، حتى النفسية والله العظيم لها دور كبير، لأن شوفوا من الأول أنا ما كنت متقبلة فكرة الزرع أو فكرة وضع مسمار في فمي أو جسم خارجي، فسبحان الله فأزال لي المسمارين، فالحمد لله أحسست براحة كبيرة. فأعطاني دواء من جديد، فقال لي أنتم يعني على كل الأحوال يجب أن ترجعون بعد 2 أو 3 أشهر لكي يلتحم الجرح، وخصوصا زوجي لكي يضعوا له الضرس، لأن لما يزرعون لك المسمار على الأقل 2 أو 3 خلاص يلتحم الجرح ويشفى جيدا وتشفى اللتة ويرجعون لوضع الضرس الأخير. فقال لي لما ترجعين مع زوجك إن شاء الله
ساعتها نرى إذا التحم الجرح جيدا والعظم جيدا ممكن أن أزرع لك المسمار من جديد. قال لي نزرع المسمار من جديد، فقلت له لا، مستحيل أبدا أبدا، حتى الفكرة خلاص سأزيلها من دماغي، مستحيل. أفضل أن أضل بدون ضرس ولا أني أزرع المسمار. فقال لي أوكي، خلي اللتة تلتحم وتشفى ونرى إن شاء الله ماذا نفعل. فأنا اقتنعت أنه لا مسمار أبدا، فأفضل أن أستغني عن أسناني الصحيحة ويقوم ببردها ويقوم بعمل جسر آخر هنا وهنا، هنا وهنا فوق، على أن أزرع من جديد. مستحيل مستحيل مستحيل. زوجي الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر، جرحه التأم جيدا ويأكل عادي الحمد لله، لكن أنا التي حالتي غريبة وعجيبة، يعني سبحان الله. والله ما في شيء أجمل من أسناننا الطبيعية، صحتنا الطبيعية، كل شيء يعطينا ربنا طبيعي، ما في يعني ما في أحسن منها والله العظيم. فأنا إن شاء الله أنتظر لما يخلص البرد، وإن شاء الله تمر 2 أو 3 ونرجع ونشوف. وكان كذلك هنا ضرس العقل عندي، كان سيزيله لي، لكن قلت لهم مستحيل مستحيل مستحيل، لأنهم حاولوا أن يقتلوا لها العرق. كما قلت لكم كان ضرس العقل هكذا، فأصبح نائم هكذا، فالجدر صار هكذا، لم يعد هكذا واقفا، لا، نام الجدر، فصعب، لم يستطيعوا أن يوصلوا يعني لآخر العرق، فقتلوا نصفه فقط، وقاموا بعمل دواء يعني بمعالجة جيدة. فقال لي يجب أن أزيل ضرس العقل من أصله، فقلت له مستحيل. لما نرجع إن شاء الله ونشوف، لكن إزالة من جديد يا الله. الحمد لله الآن آكل جيدا على هذه الجهة، لكن هذه الجهة لا، مستحيل مستحيل مستحيل. كما قلت لكم، لأنه عندي مشكل هنا، عندي مسافة ما بين الأضراس الفوق والأضراس تحت، وخلاص والآن عندي هذه مكان الزراعة لم يشفى بعد. الحمد لله هو يشفى، كل يوم أحس لما أضع لساني هنا، كل يوم أحس بتغيير، مرة أحس بالعظم، مرة أحس باللحم، صار يتشكل كتلة لحم. الآن أحس برأسي كأنه سبحان الله، كأنه شوكتين، شوك السمك، تعرفون شوك السمك، هكذا أحس بالعظم. فقال الدكتور لا تلعبي ولا تعبتي بلسانك هنا، لأن العظم جدا 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 ضعيف، فأخليها تشفى إن شاء الله. فإن شاء الله ادعوا معي إن شاء الله يصير. والله أنا غريبة وعجيبة في قصصي، لكني أحببت أن أطلع بوجه مكشوف والكل يأخذ عبرة ويأخذ حذره. وكما قلت لكم ليس لها علاقة بتركيا أبدا. الحمد لله الدكتور ما شاء الله عليه شاطر، وتعاملهم جد 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 جيد ما شاء الله. يعني هو معاه دكتور تاني، دكتور عظام يعني تقويم، معاه دكتورة تانية أظن أنها زوجته كذلك تقويم، ومعاه دكتور متخرج. هذا الدكتور كان طالب، لا زال طالبا عنده ما شاء الله يعني. وحتى الممرضات وكل الصف اللي بيشتغلون معهم ما شاء الله المعاملة جدا 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 راقية وجميلة، ويساعدونك يعني ويحاولون بكل جهد يعني يلبون طلبك يعني ما شاء الله. وحتى تعاملهم جيد، كلما تدخلون يعطيكم شاي قهوة، يعني جدا جدا تعاملهم جيد. فكما قلت لكم هذه حالتي أنا، حالتي الشخصية غريبة وعجيبة، فاسمها دراي ساكت. كما قلت لكم ادخلوا إلى جوجل واعملوا أبحاثكم، اسمها دراي ساكت، وبالعربية الفصحى مقبس جاف. هذا دائما هناك حالات قليلة يعني تصير معهم، أكثرهم أصحاب السكري
يعني السكري الدرجات يعني الدرجات العالية من السكري، وأصحاب والمدخنين أصحاب السجائر. فأنا حالتي نادرة كما قلت لكم، لأن دورة الدموية ليست جيدة خصوصا في أيام البرد. لهذا أنصحكم لا تذهبوا للمعالجة في أيام البرد، اذهبوا في فصل الربيع، ولكن أو أحسن بالصيف إن شاء الله. وأتمنى من فيديو هذا يكون قليلا أو أخذتم بعض المعلومات، وإن شاء الله ما تشوفون شر يا رب، والله يشافي كل مريض يا رب. مع السلامة في فيديو قادم إن شاء الله. خليتكم في راحة الله.